السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة أخبار وتفاصيل. هنبدأها بالخبر الأول. الزمالك خد أغلى 3 نقط بعد فوزه على الإسماعيلي. وفاة الأسطورة بيليه، الأسطورة البرازيلية. وعندنا نكتتين، نكتة في الدوري الممتاز ونكتة في دوري الدرجة الثانية. هنشوف كل التفاصيل مع بعض. أنا باسم المراكبي وده الدوري المصري على الكنبة. انزل دلوقتي اعمل اللايك والسبسكرايب، خليك جزء من رحلتنا ل10,000 قبل كاس العالم للأندية. ويلا بينا نخش على التفاصيل. وخلينا هنتكلم عن شوية أخبار خفيفة كده وسريعة قبل ما ندخل عن تفاصيل مباراة الزمالك والإسماعيلي. النهاردة كان في خبر وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه، توفى وهو عنده 82 سنة. عندنا بقى نكتة في دوري الممتاز به، ودي ثالث مرة. ماتش ما بين هلال مطروح والحمام. الحكم الرئيسي الساحة اتأخر شوية وما جاش. فجأة واحد دخل الملعب لابس ترنج وفجأة حكم الماتش. نفسي اعرف دي بتحصل فين او حصلت فين. والله العظيم ما تحصل في دورة رمضانية. في خبر تاني عندنا ودي النكتة التانية. الكابتن حسام حسن في ماتش المصري وأسوان في الدقائق الأخيرة حكم الفار استدعى حكم المباراة وبلغه ان اسوان ليها ضربة جزاء، فاسوان كسبت بضربة الجزاء دي. فراح الكابتن حسام بعد ما الماتش خلص وطبعا اتغلب فيه، قام جاي رايح على الشاشة بتاعة الفار ومكسرها. الاهم من كده بقى، الفني بتاع الفار خد الشاشة اللي الكابتن حسام حسن كسرها وقام جاي طالع بقى على الاسم وعامل محضر للكابتن حسام حسن. بس الجديد بقى في الموضوع، احنا عارفين ان الكابتن حسام حسن ياما كسر وياما هبد وياما رزع. الجديدة بقى ان الفني ياخد الشاشة اللي اتكسرت ويطلع يعمل بها محضر للكابتن حسام حسن. لا دي جديدة. هنتكلم بقى عن ماتش الزمالك والاسماعيلي، اللي انا بقول كلمة ما بين قوسين: الزمالك اصطاد الاسماعيلي في استاد القاهرة. ده عنوان الماتش بالظبط. الماتش بدأ الكابتن احمد حسام ميدو كان ماسك النهاردة اول مباراة ليه رسمية في الادارة الفنية للاسماعيلي قدام نادي الزمالك. طبعا بدأ بشكل هجومي على الزمالك. احنا شفنا الماتش بدأ ان الاسماعيلي مش متراجع، لا الاسماعيلي شغال قدام في نص ملعب الزمالك. الزمالك هو اللي كان في اول الماتش متراجع نسبيا في نص ملعبه. صالح جمعة كان بيعتمد عليه الكابتن احمد حسام ميدو، ان هو اللي بيوزع رتم الملعب، بيلعب سيروهات طويلة لباسم مرسي، بيوزع للجناب لليمين للشمال وبسرعة. وفي أول 3 دقايق جاء فاول من ناحية اليمين نفذه المعلم صالح جمعة. فعلا بيلعب الاوفر بتاع الضربة الركنية او الفاولات، بيلعبها بطريقة سويرف بتبقى خطيرة جدا على الحارس ما بيعرفش الكرة راحة فين لانها بتروح له زي البالونة كده بس في ارتفاع مش عالي قوي. الفاول كان من ناحية اليمين، لعبه صالح جمعة. طلع محمد حسن في وسط مدافعين الزمالك، وكانوا مدافعين الزمالك لسه ما دخلوش في الماتش قوي، لسه كان ماتش في الدقيقة الثالثة. حط الكرة بدماغه، كان ده الجون الاول للاسماعيلي في الدقيقة الثالثة. ما بين الدقيقة الثالثة وما بين الدقيقة 7 اللي الزمالك اتعادل فيها، الاسماعيلي احنا قلنا انت جبت جون، المفروض يعني مش هقول لك تتراجع نسبيا، لا على الاقل تمسك نص ملعبك شوية، لان طبيعي ان الزمالك دخل في جون هيبدأ بقى خلاص، يعني ما عندوش حاجة هيبكي عليها. انا داخل فيها جون، لا انا ههاجم، انا عايز اتعادل، انا بلعب على استاد القاهرة في ملعبي وفي وسط جمهوري، لا مش هسكت. لا الكابتن احمد حسام ميدو مغيرش الريتم وبدأ يهاجم الزمالك. كان في مشكلة في الاسماعيلي هي حته نص الملعب، يعني اللعيبه كان في فاصل ما بين المدافعين ولاعيبه الهجوم، نص الملعب كان فاضي. بدا الزمالك مسك كوره قبل ما يجيب هدف التعادل بالظبط، كانت كوره ملعوبه طويله من الدفاع في ناحيه اليمين، استلمها احمد السيد زيزو اللي لعب كوره عرضيه على طول اللي يوسف اسامه نبيه حطها ببطن رجله. وفي الدقيقه 7 ما بين الهدف الاول للاسماعيلي وهدف التعادل للزمالك بالظبط 4 دقائق. بعد ما الزمالك اتعادل شكل الماتش اختلف. برضو قلنا احمد حسام ميدو جاهز هيغير في طريقة لعبه، هيتماسك شوية ان هو مثلا يطلع الشوط الاول متعادل 1-1، فهيفرق معاه ان انا ابقى طالع قدام نادي الزمالك متعادل الشوط الاول 1-1، هنزل الشوط الثاني بشكل تاني بقى، ممكن انظم دفاعاتي، اكثف الحته بتاعه نص الملعب اللي كان فيها مشكله. لا كابتن احمد حسام ميدو استمر في هجوم الزمالك
وهنا انت هاجمت استقبل اللي هيحصل. طبعا الشوط الاول كان الكوره ما بين الفرقتين، الاسماعيلي مصر انه يهاجم وبرضه عنده مشكله في حته نص الملعب، حته في فراغ في نص الملعب تحت ما بين مدافعين الاسماعيلي وما بين الهجوم بتاع الاسماعيلي. استغلوا لعيبه الزمالك. طبعا امام عاشور بيعمل ماتشات جامده جدا مع الزمالك في الفتره دي، بصراحه هو من احسن ومن افضل لعيبه الزمالك اللي الزمالك فعلا بيعتمد عليه في الموسم اللي فات والموسم ده بشكل قوي جدا. هو اللي بيحرك تقريبا رتم الزمالك، هو اللي بيمشي بالكرة كتير، يعني هو بقى مصدر الخطوره دلوقتي في الزمالك هو واحمد السيد زيزو. الشوط الاول هو كان شوط المباراة اللي بدأت فيه المباراة واللي انتهت فيه المباراة. طبعا شفنا برضو من الحاجات اللي ميزت الاسماعيلي ان كان في لحظات في الشوط الاول لا فعلا الاسماعيلي ما كانش مدي مساحة للزمالك انه يبني اللعب من تحت ويطلع بالكرة، لان كان في ضغط على مدافعين الزمالك، فكان بيضطر مدافعين الزمالك ان هم يلعبوا الكور الطويلة لسيف الجزيري، لاحمد سيد زيزو، لامام عاشور، ليوسف اسامة نبيه. كان في كور بتتلعب من تحت لفوق، ما كانش فيه بناء اللعب، لا الاسماعيلي ما كانش مدي فرصه. وفي الدقيقه 31 الكره اتلعبت من ناحيه الشمال، خدها امام عاشور وبيشوط من مره واحده في منطقه الجزاء اللي جت في ايد حمدي النقاز واتحسبت ضربه جزاء مباشر. داخل احمد سيد زيزو نفذها بنجاح، والزمالك اعتمد على الكرات الطويله. الاسماعيلي كان ماسك شويه والزمالك بيلعب الطويل، ويعتبر من كورتين 2 لحد دلوقتي الزمالك الجون الاول كان ملعوب من كرة طويلة من المدافعين، وبرده في الهدف الثاني ضربة الجزاء اللي جت كانت ملعوبة من كرة برده طويلة لامام عاشور اللي اتحسب منها ضربة الجزاء. الجون جه في الدقيقة 31. استمر رتم المباراة ما اتغيرش، بدأ الزمالك يمسك كرة شوية، خلاص انا فكيت انا كسبان 2-1. الاسماعيلي بدأ يتفك شوية، حتة المعدل البدني بدأ يقل، لعيبة الزمالك واقفه على رجليها بيعملوا تمريرات من اليمين للشمال في نص الملعب، بدأ الانتشار يبقى اكبر. خلاص الزمالك مسك نص ملعبه، حته نص الملعب هي كانت السبب الرئيسي ان الاسماعيلي يقع. وبرضو انا بقول لكابتن احمد حسام ميدو كنت المفروض بعد الجون الاول تتماسك سنه دفاعيا، يعني انت لو حاولت تحافظ كنت هتطلع بنتيجه احسن من كده. ومن بعد الجون الثاني النادي الزمالك المباراه بقت سريعه جدا، لا الزمالك عنده الاصرار انه يكسب، عايز يركب جدول الدوري، عايز ينافس الاهلي ويتساوي مع الاهلي والمنافسه تبقى شرسه في الاسابيع اللي جايه. وده فعلا اللي حصل، ان الزمالك كان نازل عايز ينهي ويقتل الماتش من الشوط الاول. وفي الدقيقه 47 من خلاص الوقت الضايع بتاع الشوط الاول كورة ما بين امام عاشور وعمرو السيسي حط منها الجون الثالث اللي قتل الماتش وقتل حلم الاسماعيلي انه يعرف حتى ينزل الشوط الثاني يحاول يساعد نفسه انه يرجع في الماتش. بقى الفرق جونين، الموضوع بقى صعب. بدأ الشوط الثاني نفس الريتم، جه احمد حسام ميدو الكلمه الموضوع اللي اتكلمنا عليه، حته نص الملعب، نزل عمر الوحش عشان يملى الدايره شويه، لان فعلا ده كان مشكله كبيره جدا للاسماعيلي الشوط الاول. استمر الزمالك في نفس الريتم ونفس الهجوم، بدأ يعمل تبديلاته وتعديلاته وتغييراته، بس الزمالك هو حاطط في اعتباره ان هو انا اخد ال3 نقط عشان انافس، فانا هعمل كل ما بوسعي في الملعب، هعمل انتشار كويس ما بين اللعيبه، هقرب الخطوط من بعضها عشان ما يبقاش في ميس باص، ما اديش فرصه للعيبه الاسماعيلي ان هي تضغطني زي ما ضغطوني الشوط الاول. بس كانت الكوره سجال ما بين الفرقتين، ما بين الزمالك شويه وما بين الاسماعيلي اللي فعلا المعدل البدني نزل. حاول احمد حسام ميدو انه يرجع للماتش، ضغط الزمالك في فترات معينه في الشوط الثاني، بدا يهدد مرمى محمد عواد، في تالق من مدافعين الزمالك وكان في انتشار جيد جدا وتوزيعه. فعلا فيريرا موقف اللعيبه صح، راصصهم صح في الملعب. احمد حسام ميدو عمل على قد امكانياته وهو واخد الفرقه واقعه، فهي دي كانت حدود الامكانيات. عمل اللي عليه قدام الزمالك اللي كان عنده طموح الفوز ورغبه الفوز، وبكده انتهى الماتش وخلص بنتيجة الشوط الأول اللي يعتبر كانت النتيجة النهائية للمباراة 3-1 للزمالك، والزمالك والأهلي على رأس جدول الدوري الممتاز والصراع مستمر. شكلنا في الأسابيع اللي جاية هنشوف حاجات جميلة، هنشوف ماتشات أكتر كده. الزمالك ضغط الأهلي والأهلي برضو كده ضغط الزمالك، الاتنين في حتة واحدة في جدول الدوري، والمنافسة هتشتعل واحنا هنستمتع أكتر. وبكده الزمالك يرفع رصيده ل 24 نقطة ويتساوى مع الأهلي، وهما الاثنين في صدارة
جدول الدوري. وبكده اتكلمنا النهارده عن خبر وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه، اتكلمنا عن النكتتين بتوع دوري الدرجة الثانية ونكتة الكابتن حسام حسن لتكسيره لشاشة الفار اللي اتعمل بسببها محضر للكابتن حسام حسن، واتكلمنا عن ملخص سريع عن مباراة الزمالك والاسماعيلي اللي الزمالك حقق فيها اغلى 3 نقط وتصدر مع الاهلي جدول الدوري. كل التفاصيل قلناها مع بعض، حكينا كل حاجة مع بعض. ولمحبين الكرة الأوروبية والكرة الجميلة الإنجليزية تابعوا فيديوهاتنا اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية مع الكابتن حازم البيومي، ويلا سلام.